السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. لو اول مرة في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة، هنعمل كيكة رواني بأسهل التكاليف يعني، مش هتاخد منك وقت، حاجات كلها عندنا في البيت ان شاء الله. هنبتدي الاول بالشربات. معايا هنا كوباية ونص سكر، كوباية ونص سكر، ومعايا كوباية ونص مية، يعني كوباية ونص سكر زيهم مية، ده زي ده. نحط هنا المية على السكر، ادي كوباية وده النص، هنحطهم على البوتاجاز، واول ما يغلوا هنحط عليهم نص ليمون. تعالوا نشوف مع بعض. كده رفعناهم على البوتاجاز، هنستنى عليهم يغلوا، بعد كده اول ما يغلوا هنحط عليهم نص الليمون. بس اوعي تقلبيهم، ما تقلبهمش خالص احسن السكر يسكر منك يعني، مش هينفع، لازم تسيبيهم يغلوا مع بعض. بصوا كده غلى، هنوصل عليه نص ليمونه. هنا بقى مقادير الكيك. معايا هنا 3 بيضات اهو، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زبادي على لبن، عايزاها زبادي كلها ماشي، عايزاها لبن كلها ماشي. هنا عندي زبادي على لبن، وهنا نص كوبايه سمنه، لو عايزه تبدليها بزيت ما عادي مش مشكله، اعمليها بالزيت. وهنا معايا فانيليا سايله لو عندك بودر ماشي، وهنا معلقه خل. هنجيب بقى البيض اول حاجه، لو عايزه تعمليها في الخلاط مش مشكله، عايزه تعمليها في المضرب الكهربائي ماشي، لو على ايدك بالمضرب السلك برضو ينفع. انا هعملها النهارده بالهاند بلندر. هنحط البيض، هنحط كوبايه الا ربع سكر، هنحط الفانيليا سايله، لو عندك بودر حط بودر، اهو. هنحط معلقه خل، معلقه كبيره خل اهو، معلقه كبيره خل. هنضربهم كويس، نقول بسم الله. طبعا يا جماعه قبل ما نعمل اي حاجه لازم نسخن الفرن على درجه حراره 180، لازم تكون سخنه يعني الاول. من هنا انا مشغل الفرن جنبي. هنضربهم لغايه لما يبقوا كده لونه ابيض كده. خلاص شايفين بقى ابيض ازاي؟ ابيض خالص اهو. هنحط السمنه، لو عايزه تعمليها بزيت لوحدها ماشي، عايزه تعمليها سمنه على زيت ماشي. انا هنا حاطه سمنه. هننزل بالزبادي على اللبن، لو عايزه تعمليها باللبن كلها ماشي. انا هنا كان عندي علبه زبادي من الصغيره دي فحطيتها يعني. هنضرب كويس، نتاكد كويس ان السكر بس كده تمام. هنجيب هنا معانا كوبايه دقيق اهو، نتاكد ان مفيش دقيق من تحت، وده كده قوامها اهو شايفينها. بس كده خلاص، نركنها على جنب. نجيب هنا صينيه اهو، هندهنها سمنه او زيت اهو، ندهنها سمنه، لو عايزه تدهنيها زيت براحتك زي ما انت عايزه يعني اهو كده بالشكل ده. طبعا الخطوه دي يا جماعه عشان متلزقش منك الكيك. لو عايز تعملها في صينيه بيركس عادي اللي هي القزاز دي كله هينفع. هنصب الخليط ده بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نتاكد ان كله اتخلط كويس. في الوقت ده طبعا زي ما قلت لكم لازم يكون الفرن شغال من اول ما تشتغل تبتدي، لازم تكون سخنه يعني
وتحطيها في الرف في النص على درجة حرارة 180. تستوي يعني من نص ساعة لتلت ساعة كده. ما تطلعهاش على طول، يعني تكون استوت خلاص تعرفين انها استوت. تطفي عليها الفرن وتسيبيها شويه في الفرن، عشان لو طلعتيها على طول من الفرن لبره هتلاقيها هبطت على طول منك، مش هتبقى حلوه يعني. لازم نسيبها ترتاح شويه في الفرن. ده الشكل النهائي بعد ما خلصناها اهو. طلعناها من الفرن وزقناها بالشربات سخنه والشربات بارد، يا اما الكيكه بارده والشربات سخن، لازم يكون اتنين عكس بعض يعني. اهو من جوا اهي، قطعت لكم حته عشان يبان يعني من شكلها من جوا. اهو هشة وطرية خالصة اهي.